السلام عليكم. شلون تعرف الجاهل؟ الجاهل مو اللي يسأله ويقول لك ما يعرف، لا بالعكس، هذا يريد يتعلم. الجاهل إذا سألته وما عرف يجاوبك واتهمك بالزندقة، بالإلحاد، بالشرك، بالسحر. ما حدث مع السيارات في عهد الملك عبد العزيز. أول مؤتمر جاء عبد العزيز دخل مع بالواس الثميري، وقف عند باب الصفا، ولما غير تراعدوا يقول هذا سحر، كيف حديد يمشي؟ ما يدخل عقولهم. والله حجي، ومن يومها باشين بالعالم سحر وتكفير وشعوذة ودجل، وإذا واحد يراد يسولف لهم أي شغلة جديدة يعني راح يعتبروها. صابني شيء من اليأس أو الإحباط أو تبلد. أول مرة أنت تعرف معنى تبلد مو؟ طيب ممكن واحد يفهم شيء معنى تبلد؟ اضطراب عادة بيكون شيء من التبلد في المشاعر، احنا بنسميه علميا في الطب النفسي كالو اوف فيلينج. يعني عارفه الجلد لما بيطلع له كالو، ده بيطلع كالو على مشاعره، فتلاقيه ممكن ان هو يضر الناس وما يحسش. هي اضعف الامم عقلا واكثرها تبلدا واكثرها ضياع حقوق الانسان، ومن يومها عقولهم عليها دمادم. طيب ناخذ مثال. فتقابل معه الإمام أمير المؤمنين خارج المدينة، قال له يا فلان، من شيعتي من محبيني يقولون كذا وكذا وكذا. ذاك شوية خشن اللفظ مع الإمام أمير المؤمنين، قال له وما دخلك أنت؟ يعني الحل والربط بإيدي، أنت شنو دخلك؟ كان الإمام في يده قوس، فرمى بالقوس على ذلك الرجل وإذا به ثعبان عظيم. طيب قبل ما أرد على هذا الشيء نريد نسأل، يعني دائما تستهزئون كرامات آل البيت. طيب الصحابة، التابعين، أولياء الله الصالحين اللي يعدكم، ما عندهم كرامات؟ وأهل السنة والجماعة لا ينكرون كرامات الأولياء. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك سائر الناس، كل من أطاع الله طوع الله له كل شيء. كل شيء، الله سبحانه وتعالى يطوع له كل شيء في هذه الدنيا، وهم لا ينكرون كرامة من كرامات الأولياء، بس اللي يكروها الآل البيت اعتيادي، ترى ماكو إشكال. طيب دقيقة، شنو مواصفات الولي اللي مشمول بالكرامة؟ الولي هو الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مو اللي جاء عن طريق الشورى. طيب هم ينكرون على الإمام علي عليه السلام الولي إن الله سبحانه وتعالى طوع له العصا، مع العلم إنه أكو صحابة هواي الله طوع لهم العصا. يعني مثلا أوسي، وهو أصلا من سادة الأوس، عصاه كانت تضيء حينما يخرج من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه إلى بيته في الظلام، عصاه تضيء. وهذا الكلام يا جماعة مش كلام حواديت ولا روايات. لا أبد 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 أبد، لا حواديت ولا هم يحزنون، هاي كرامة. ومن مميزات الكرامة عند شيوخ المملكة أن لا يذكر فيها آل البيت إطلاقا. تقولون لهم والله احنا ما شاء الله احنا نجيب اخبار آل محمد من مصادر غير معروفة. لا 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 لا، هنا أنت صدقت. يجب أن نأخذ الأخبار الموثوقة من كتب موثوقة غاية في الدقة، أصح الكتب بعد كلام الله. إذا كان البخاري نفسه معترف بأنه في 600,000 حديث ما طلعش منهم إلا ب 4000. سلطات يعني غالبا أكثر الناس رواية، غالبا ازدهر الحديث وسط السلطات الظالمة. لا لا لا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني قمة في المصداقية. 600,000 حديث ما طلع غير بس ب 4000 حديث، وهاي ال 4000 تحت إشراف السلطات الحاكمة الظالمة، يعني بصراحة قمة في المصداقية. وبالتالي ايش تاخذون وجهات اجتماعية وتاخذون مناصب وعيالكم يدخلون أرقى الجامعات. أيبا دول الشيعة طاقين فرد طقة. أنا بصراحة منها وراعي راح أتبع شيوخهم، يعني قمة في الزهد، قمة في التواضع، فقراء إلى الله. الدعوة فقد وصل صافي دخله 2.5 مليون دولار أمريكي. تلاه في المرتبة الثانية الداعي الكويتي طارق السويدان بصافي دخل وصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي. فالداعية السعودي عائض القرني مؤلف الكتاب الشهير لا تحزن بدخل وصل إلى 533,000 دولار.
في المرتبة الرابعة حل الداعية المصري عمر عبد الكافي المقيم في الإمارات بصافي دخل 373 ألف دولار. بماذا ترد على من يتهمك بأنك من قلائل الدعاة؟ طبعا يدمجوا ما بين الدعوة والاستثمار، يتضح ذلك في منزلك، سيارتك الفارهة، أمورك الاقتصادية الواضحة علنا. لا 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 عادي ما بيها شيء، يحاولون يسوون نشاطات يدمجون بين الدعوة والاستثمار، يتاجرون بالدين اعتيادي ما بيها شيء. المهم نرجع للكرامات. تفضل. راح هذا طالع قال والله انه امام صدق وحق، روح له. قال له لحظه ايش سويت انت؟ قال له انا كتبت له سؤال بالريشه بدون حبر. قال له الحاجب زين مولانا وانت شنو السؤال سالته؟ قال سالته شو اسم امي؟ قال له زين والجواب؟ قال عطاني اسم امي وابوها وجدها وكيف جات وابائها واجدادها. يعني اذا الامام قرأ الممحي تعتبروها خرافه؟ طيب ابن تيمية عندكم يقرأ اللوح المحفوظ اعتيادي، يعني تعتبروها كرامة. أنه لما جاء الأمراء للخروج إلى التتار في سنة 7200 قال لهم إنكم منصورون في هذه الوقعة وإنهم مخذولون. قالوا قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنكم منصورون. فلما أكثروا عليه أقسم لهم أكثر من 70 يمينا. تصوروا أكثر من 70 يمينا إنهم منصورون وإن التتار مخذولون. ما يقوم بهذا إلا رجل أعلمه الله تعالى بوسيلة، وهي نسميها الكرامة نحن. أعلمه الله بوسيلة من الوسائل، إما رأى ذلك في منامه أو وقي في ذلك قلبي الله أعلم. اسمعوا، قال فلما أكثر عليه الأمراء الجيوش. من أين لك هذا؟ قال قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم مخذولون هذه المرة ومنهزمون، لا تكثروا علي. لا تكثروا علي، لا تكثروا علي، إذا كثرتوا عليه شوية يمكن راح تطلعون نبي. المهم نرجع للكرامات الأخرى، يعني في الجانب الزراعي، هم عندهم هواي كرامات في الجانب الزراعي. يعني مثلا في كتاب في الطبقات الشافعية الكبرى الجزء الثاني صفحة 339 إنه أحد الصحابة كلمته شجرة الرمان، قالت له تعالي كل من عندي شوية، وبعد ما أكل من عندها بدأت تحمل بالسنة مرتين، وطالت وحلت. وطالما تكلمنا عن الأكل فما بيها شيء إذا رجل الدين تذكر له رواية جيدة عن الأكل وبيها فوائد صحية وحكاها للعالم. السمك في الروايات مذموم وبشدة. عدة روايات تنهى عن أكل السمك وأن فيه ضررا، يأكل فوقها تمرة أو شوية عسل. إذا أكل الرواية تقول ذهب ضرره. وهسه اللي يسمع كلام السيد راح يقول ان الشيعة حرموا اكل السمك، وهي هاي الامانة العلمية عند شيوخ المملكة، استقطاع الفيديو واخذ اللي يفيدهم وعرضه للعالم. لكن اذا سمعنا كلام السيد من البداية فراح يبين غير شيء. احنا عندنا ان حيوانات البحر حيوانات الماء كلها محرمة إلا 2. 1 السمك الذي له فلس، هذا 1. 2 الربيان. وأما بالنسبة لأكل التمر أو العسل بعد السمك فهاي نخلي أهل الاختصاص يجاوبوك عليها. الأشخاص الذين تحتوي أجسامهم على نسبة عالية من الزئبق الذي يتواجد عادة في الأسماك يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 65% أكثر من أولئك الذين يملكون مستويات منخفضة من الزئبق وفقا لدراسة نشرت مؤخرا. والله مبين ان الزئبق هالايام منتشر هواي بالدماغ يعني. كمل يا جماعة ايش فيكم الله يهديكم؟ ايه الربع يهو ورانا بك الله يجزاك بخير، ورانا بكي تريدون ابكيكم؟ يعني لا استطيع ان اتحدث يا اسامه، فقد اثرت شجوني. بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك. ازور قبر النبي، كنت ازور يا اسامه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالامس. نعم. وسلمت على ابي بكر وعمر وانا عايط، فتذكرت ما قاله الرافضة عنهم وما قاله عن ام المؤمنين وانا عايط. واستقبلني
العديد والعديد من إخواني السعوديين من مملكة التوحيد بكل ترحاب وكل ود وحب، فسألت نفسي سؤالا: ماذا أقول لك يا رسول الله وأنا أسلم عليك عن هؤلاء الذين خاضوا في أرضك وخاضوا في صحابتك الكرام عقيدة وأنا عايض. دقيقة، اوقف. يعني عادي انتم بتزورون قبور الانبياء ماكو اشكال بيها؟ يعني قبور الصحابة ابو بكر عمر يعني ماكو اشكال؟ وتسولفون وياهم اعتيادي وتسلمون عليهم؟ يعني ما تكفرون واحدكم يكفر الثاني؟ طيب الكلام اللي تحكوه على الشيعة ما ينطبق عليكم؟ والله يا اخي. المهم نرجع للكرامات، يعني مثلا كرامة التكلم مع السماء. نعم أيها المؤمنون، يقول علي: فسمعت مناديا من السماء ينادي: يا علي نحي الحسنين عن صدر أمهما فإنهما والله أبكيا ملائكة السماء. شوف، هو طالما أن الإمام علي عليه السلام محدث من السماء فهذا كفر، زندقة، خرافة، لكن إذا الصحابة البقية محدثين من السماء فهاي كرامة. مع عمر بن الخطاب وموافقته لربه وهو المحدث الملهم. وكان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إذا دخل البيت سلمت عليه الملائكة. حابي قال: سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ماذا تعلمني؟ قال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. تركه أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فتركته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: أتدري من صاحبك منذ 3 أيام؟ تدري من اللي أنت كل يوم تمسكه ويمسكك ويفر من بين يديك وتقبض عليه وتتخاصم؟ تدري من هذا يا أبا هريرة؟ قال: من؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. بسم الله ما شاء الله. الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة يعلم أبا هريرة كلمات حتى تدخله الجنة. يعني الصراحة هاي أبد مو خرافة. يعني كمل. الحيوان أفضل من هؤلاء لأنه مات منتحرا. ذئب بعواء بصوت فيقول: قلت يا ربي ما حكمة هذه العواء؟ أريد أن تسمعني، وهي ليس ببعيدة، وعلمناه منطق الطير. قلت يا ربي أريد أن تسمعني ما يقول في عوائه. أخوان تدرون ايش يقول؟ يقول: هذا الذئب إلهنا متى يظهر صاحب الزمان فنأكل فقط من الحلال. لا شيخنا نترجاك لهنا وأوقف. يعني ماكو هيش حكي. يعني الإمام المهدي عليه السلام تريد تثبت وجوده بذيب؟ يعني حقهم يضحكون علينا، لأن هم ما عندهم هيش حكي، ما عدا الذيب اللي أثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الأعرابي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. شوف عين أبو الشباب، هي واحدة من اثنين: يا إما أنت ما تعرف الروايات اللي عندكم وهو الجهل بعينه، يا إما أنت تعرف الروايات اللي عندكم لكن تريد تسوي فتنة، تريد لايكات، شير، سبسكرايب. لا اعملوا لايك واشتركوا، ايضا انشروا حلقه، ارجوكم يعني انشروا حلقه. شوف حط لكم لايك بعد هنا، علامه لايك، مشتري قميص عشان تعطوني لايك عليه. يعني انت لابس هذا على مود اللايكات؟ طيب اذا تريد مشاركات ايش تلبس يعني؟ طيب اذا تريد تعليقات ايش تلبس؟ شكرا جزيلا.